بغيتي بشرة بلا تجاعيد وموحده ناعمه بحال الحرير بلا فلتر وبلا مكياج، هاد السر طبيعي غيخلي الناس كلها تسولك اشنو درتي للبشره ديالك. تبعي معايا الفيديو حتى الاخير. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم عباره عن ماسك وسيروم كيعالجوا التجاعيد وكيوحدوا اللون ديال البشره. مكونات بسيطه. اول مكون غادي نحتاجو في هذه الوصفه وهو الزبيب. الزبيب معروف عليه انه غني بمضادات الاكسده اللي كتحارب لنا الجذور الحره اللي كتسبب لنا يعني الشيخوخه المبكره. كذلك فيه فيتامين او والفيتامين سي اللي كيوحدوا اللون ديال البشره، كيفتح وكينقي لنا يعني البشره ديالنا والمسام ديالنا. فغادي ناخذ الزبيب، سواء عندكم الزبيب الاسود او لا الابيض، يعني يفضل لكن عندكم الاسود فهو كما قلت غني بمضادات الاكسده. لما متوفرش عندكم تقدروا تستعملوا الابيض. فغادي ناخذ كميه قليله منه وغادي نديرو في ماء يكون دافي، نخليه ليله كامله. انا خليته تقريبا واحد 3 سوايع باش نصور معكم، فانتم تقدروا تخليوه ليله كامله او 6 ديال السوايع حتى يتنفخ لكم الزبيب ويرطب. غادي ندوز باش غادي نطحنو مزيان ونستخلص داك الماء ديالو اللي فيه بزاف ديال الفوائد اللي صراحه مفيده جدا للبشره. فكما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت الزبيب ديالي مزيان ودابا غادي ندوزو باش غادي نصفيوه ونتخلصوا من دوك التكتلات ونحصلوا فقط على ماء ديال الزبيب اللي كما قلت لكم كيرطب البشره، كيعطيها واحد الاشراقه، واحد النعومه زوينه بزاف. فغادي نصفيه مزيان تنحصل على واحد المحلول اللي يكون يعني ما فيهش اي شوائب. فبالنسبه لهذا المحلول هذا يعني غادي نديرو في واحد القريعه تكون زجاجيه من طبيعه الحال ومعقمه ونخليه في الثلاجه. وملي بغي ندير هذا الماسك هذا غادي نجبدو باش نخلط به هاد البودرات اللي غادي نشارك معكم دابا في هذا الفيديو هذا. فكما قلت لكم هذا الماسك هذا خطير جدا للتجاعيد اللي كيكون عندنا حول العينين، حول الفم، يعني اللي كتكون عندنا في الجبهه. ماسك خطير جدا غادي ديروه مرتين 3 المرات في الاسبوع وغادي تشوفوا يعني تحسوا بالوجه ديالكم مجبد تبارك الله ما شاء الله. دابا درتو في قرعه ديال الدجاج، خليت فقط يعني داكشي اللي غادي نستعمل. دابا غادي نضيف البودرات ديالي. غادي نحتاج كاول مكون وهو دقيق الحمص اولا الحمص مطحون اللي كينظف ليا المسام ديالي، كيفتحها، كيشد لينا الوجه ديالنا، كيقلل من الخطوط الرقيقه. كذلك غادي نضيف ملعقه من النشا اللي كتمتص لينا الزيوت كذلك وكتشد لينا الجلد. وغادي نضيف ايضا زريعه الكتان اولا بذور الكتان اللي مطحونين اللي غنيين بالاوميغا 3 اللي كترطب لينا البشره، كذلك كتحفز لينا انتاج الكولاجين وكتعطي واحد الترطيب زوين بزاف للبشره ديالنا. فغادي ندمج المكونات ديالي جيدا. الى حسيت بالخليط ديالي ثقيل غادي نضيف شويه من داك المحلول اللي حطيت جانبا وغادي ندمجو مزيان تنحصل على واحد الخليط اللي يكون كريمي متجانس ويعني غيسهل عليا باش انني نطبقه على الوجه ديالي. فدابا غادي نحطو جانبا وغادي ندوز باش نشارك معكم السيروم الخطير جدا اللي غادي نستعملوه يوميا لمده ديال اسبوع وغادي تشوفوا نتيجه اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. فبالنسبه للسيروم غادي نحتاجو كمكون اول وهو جل الوي فيغا اللي كيحفز لينا انتاج الكولاجين وكيقلل لينا من الخطوط الرقيقه اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا. كذلك كيجدد خلايا البشره، زوين بزاف. ديروا هاد جل الوي فيغا يعني اللي كيتباع، ما ديروش طري. فبالنسبه للجل الوي فيغا طري دغيا غيفسد لكم، دغيا غيخسر لكم السيروم، فيفضل تستعملوا هذا اللي كيكون جاهز. فغادي نضيف على هاد جل الوي فيغا داك المحلول اللي استخلصناه ديال الزبيب بالتدريج. في الاول غادي يفصل لكم يعني جل الوي فيغا مع الماء، ولكن مع التحريك المستمر غادي يعني يتجانسوا لكم المكونات مع بعضياتهم. ودابا غادي نضيفوا اي زيت متوفر عندكم وكيناسب البشره ديالكم. فانا درت زيت لبان الذكر اللي كيشد لينا البشره، كينتج لينا الكولاجين وكذلك كيوحد اللون ديال البشره وكيعطيها واحد الرطوبه وواحد الملمس ناعم بزاف. غادي نضيف كبسوله ديال فيتامين او اللي كتقلل لنا التجاعيد والخطوط الرقيقه، كذلك كتساعد في التفتيح ديال البشره وايضا كتحافظ لنا على السيروم ديالنا باش ما يتاكسدش، كتحافظ عليه اطول وقت ممكن.
فغادي ندير السيروم ديالي فواحد القريعه اللي تكون يعني زجاجيه وتكون معقمه من طبيعه الحال. غادي نحتفظ به في الثلاجه ونستعملو يوميا، يعني من الليل غادي تستعملوه مده ديال اسبوع غادي تشوفوا فرق اللي زوين بزاف بزاف بزاف. هاد الماسك هذا وهاد السيروم هذا الا جربتوه وداومتوا عليه غيعطيكم نتيجه اللي غزاله بزاف. بالنسبه للماسك 3 ديال المرات في الاسبوع فقط، والسيروم غادي ديروه يوميا لمده ديال اسبوع وتعاودوا تقادوا واحد اخر، يعني ما يطولش معكم اطول وقت ممكن، يعني سيمانه فقط. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم وتجربوها حيت غادي تشوفوا الفرق بعينيكم، نتيجه اللي زوينه بزاف ومضمونه 100%. كنتمنى تعجبكم كما قلت وتشاركوني النتائج ديالكم في التعليقات. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله في وصفه طبيعيه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.